عمركم ما تسألتوا لي نحنا من الصغر نقراو في الانجليش في المدرسة؟ أما عمرنا ما تعلمنا نحكيو كيف ما يحكيو في الأفلام مثلا. كيفاش تعلمت اللغة الإنجليزية؟ هذا سؤال انتم سألتوه لي وأنا عملت الفيديو هذايا خصيصا باش نجاوبكم. كان قاعد تحاول تتعلم اللغة الإنجليزية أما ماكش عارف منين تبدأ، ولا حاسس اللي انت قاعد تعمل في كل شيء أما ماكش قاعد تلقى في نتيجة، الفيديو هذا ليك باش نعطيك 8 خطوات كان تتبعهم وتواظب عليهم، نضمن لك انك بقدرة ربي تلقاها نتيجة. شوف النصائح اللي باش نقولهم لك تنجم تطبقهم على اي لغة تحب تتعلمها، مش كان الانجليزية، اما تركيزنا في الفيديو هذا باش يكون على الانجليزية. ما نطولش عليكم ونبدأ مع اول حاجة، خلي حياتك الكل انجليش. هذه اول حاجة، اهم حاجة، ونستعرف الزيادة اللي هي تنجم تكون اصعب حاجة. كيفاش نخلي حياتي الكل انجليش؟ ابسط حاجة تمشي توا تبدل اللغة متاع تليفونك لغة الانجليش، تطبيقات، الالعاب، المحتوى اللي تستهلك فيه كل يوم. مثلا انت كل يوم تتفرج على اليوتيوب، تبع عباد تحكي بالانجليش على اليوتيوب. مثلا انت كل يوم يلزمك تعمل طلع على تيك توك، تبع English speaking creators على تيك توك. اسمع غناء بالانجليش، سمعتوها برشا هذه مش هكا؟ اي نعم صحيح، اسمع غناء بالانجليش، اما ركز مع شنو قاعد يقول الغناء، ركز مع الكلام، اقراه، غني وراه، اعمل كaraoke، مش جست تسمع وتتعدى على خاطرك هيك برشا كلام ماكش باش تفهمه. مثلا شكون يتخايف في الاخر لغنية بريتني سبيرز اللي تغني او بيرم بيرم في الاخر طلعت تغني او بيبي بيبي. باختصار خلي الانفايرمنت متاعك بالانجليزي باش مخك يقعد يشوف فيها اللغة هذيك قدامه كل يوم من غير ما يعمل مجهود. قد ما يكون الانجليش بارت من حياتك اليومية قد ما مخك يتعود بيه. ثاني حاجة، اكتب كل يوم. الكتيبة تعاونك على تنظيم أفكارك بالإنجليش. أبدأ بحاجة بسيطة، مثلا أحكي شنو عملت في نهارك. Today I woke up at 8, I made coffee نا ولا أعمل بلانينج متاع نهارك. Wake up at 7 a.m, make my bed, have breakfast, go to class, clean my desk, finish homework. وزيدا كل ما تسمع كلمة جديدة ولا جملة جديدة قيدها. 3، عاود شنو تسمع. ريتو الباباغيو يلزمك تولي كيفو، با مش لك الدرجة. ام بالرسمي نحكي انك تتفرج هكا حاجة تفيد، اما تولي تفيدك دوبل وتريبل وقت اللي تعمل بوز وتعاود بالضبط شنو سمعت. وكي نقولك تعاود بالضبط شنو سمعت، نقصد تعاود نفس النطق، نفس الريتم، نفس الاحساس. مثلا انت سمعت حد قال no way that's crazy، عاودها بنفس الطريقة. هذه التكنيك اللي نحكي لكم عليها اسمها shadowing، واللي هي بالعربية التظليل اللغوي. التفسير متاعها هو انك تسمع وتعاود نفس الكلام مباشرة وراء المتكلم بنفس النطق والإيقاع. وهذه التكنيك من التكنيكات القوية على خاطرها تريني فمك وتريني وذنيك، تعاونك على النطق، تعاونك على الطلاقة، تعطيك ثقة في روحك على خاطرك تولي كيف تحكي تبين ناتشوريل أكثر، تبين اللي انتي تحكي على طبيعتك بالإنجليش. 4، اتعلم جمل مش جست كلمات. شوفوا برشا عباد يركزوا على الكلمات أكثر من الجمل، أما حبينا ولا كرهنا الواحد كيف يحكي ما يحكيش بالكلمة، يحكي بالجملة. يعني في عوض ما جست تتعلم كلمة look، اتعلم look for، look after، look forward to. في عوض ما تتعلم get، اتعلم get over it، get ready، get used to it. هذه الحاجة زادة تخليك تبين طبيعي أكثر وانتي تحكي على خاطر قاعد تتعلم كيفاش الكلمات تستعمل مع بعضها. 5، ما عادش تترجم كل شيء في مخك. هذه الفازة باش تحسها ملول صعيبة، ممكن حتى تكون قاعدة تقول توا فيش تحكي هذه، كيفاش نعرف معنى كلمة جديدة من غير ما ترجمها بلغتي. إما انك تترجم كل شيء للعربي وتكون مصر على انه كل كلمة بالانجليش يلزم تعرف المرادف متاعها بالعربي باش تنجم تتعلمها. هذه الفكرة اللي في مخك وحدها باش تخليك تقعد برشا باش تنجم تتعلم. نعطيك مثال وان شاء الله يكون مفهوم. مثلا انا قلت لك ابل، انتي توا باش تخمم ابل معناتها تفاحة. توا مادامك ترجمتها تصويرة التفاحة تجي لمخك. لاحظوا لي انا خذيت وقت وان نترجم ابل التفاحة في مخي، حتى لو كان الوقت اللي خذيته سكوندة، حتى لو كان الوقت اللي خذيته اقل من سكوندة. فكرة انك تترجم كل شيء تخليك تبطأ وانتي تحكي. تخيلي روحك تحكي مع حد اخر بالانجليش وكل كلمة
ترجمها في مخك قبل ما تخرج من فمك، يعني من الاخر مش تلقى روحك تحكي هكا. How do I say that in English؟ دونك لازمك تتعلم كيف نقولك apple تجي لمخك طول الابل، تصويرة الابل، مش تقعد تلوج على تفاحة باش تفاحة تهزك لتصويرة الابل. شوفوا، نعرف اللي الفكرة تبان معقدة، ونعرف اللي ما فما حد باش ينجمها دوب ما يبدا يتعلم، لكلنا باش نلقاو روحنا من لول نترجموا لغتنا. هذه حاجة عادية على الاخر، حاجة هذه تتعلم تعملها مع الوقت. So don't rush yourself. وهذه التكنيك للأسف اللي كيف تتمكن منها تولي برشا كلمات وجمل تعرفهم بالإنجليش ممكن حتى ما تنجمش تفسرهم بالعربي. مثلا أنا قبل يقولوا لي مادامك ما تعرفش ترجمتها الحرفية بالعربي يعني أنت أصلا ماكش متمكنة منه راهو الإنجليزي. هذا الكلام غلط، بالعكس هذا يعني لي أنا connected to English لدرجة انه ما نستحقش نترجم الكلام في مخي باش نجم نتكلم والا باش نجم نفهم اللي سمعته. 6. اتعلم real life English. عمركم ما تسألتوا لي نحنا من الصغر نقراو في الانجليش في المدرسة، اما عمرنا ما تعلمنا نحكيو كيف ما يحكيو في الافلام مثلا؟ على خاطر المدرسة تعلمك الاساسيات، تعلمك الجرامير، تعلمك تحكي اما بطريقة رسمية، تحضرك للجوب انترفيو مثلا، اما متحضركش الحياة الواقعية. اللي تتعلمه في المدرسة مش بالضرورة يكون هو نفسه اللي يتواصلوا به العباد في الحياة الواقعية. هكا علاش ضروري برشا انك تتعلم الريل لايف انجلش. يعني مثلا في المدرسة تتعلم I am going to، في الحقيقة يقولوا I'm gonna. وبرشا كلمات اخرين مثلا bro، lowkey، cringe، ghosting. كانك جست تعرف التكست بوك انجلش ماكش باش تعرفهم الكلمات هذم. نجم تلقى روحك تفهم جرامير اما باش تلقى روحك ضايع اونلاين و in conversations. هكا علاش مهم برشا انك تكون فضولي باش تعرف how do people actually speak. 7. شوفوا هذه اهم حاجة بالنسبة لي، ما تقارنش روحك بالعباد الاخرين، ما تقارنش روحك بالعباد الاخرين يهديك ربي. كان لاحظتوا النصائح اللي انا عطيتهم مش الكل حكيت فيهم على الاكسبيرينس متاعي انا، على خاطر تو سامبلومون مش الكل كيف كيف. فما عباد ما شاء الله عليها تتعلم في ساعه في ساعه، وفما عباد تاخذ وقتها اكثر، والكلنا عنا فرص مختلفه في الحياه. مثلا انا تعلمت الانجليش ملي كنت صغيره على خاطرني كنت مغرومه، تعلمته وحدي خاطر كانوا اغلبيه الكرتونز اللي نحبهم ما يهبطوا بالدبجه كان بعد برشا وقت، دوك لقيت روحي نتفرج عليهم بلغه مانيش فهمتها، لين بشويه بشويه وليت نفهمها. مثلا انا من بعد جاتني فرصه اني نقرا في انجليش يونيفرسيتي خارج تونس، وكنت مضطره نتواصل مع برشا عباد بالانجليش سينو مانيش باش نفهموا بعضنا. يعني بالحق شعليك فيهم العباد، ركز مع روحك. كان انتي وصلت تعلمت في الانجليش جمل جديدة ما كنتش تعرفهم الشهر اللي فات، مبروك عليك، افرح، راك قاعد تقدم. 8. ما تخافش من انك تغلط. برشا عباد يوحلوا وما يقدموش على خاطرهم يستناو في اللحظة اللي باش يوليو فيها بيرفكت باش ينجموا يحكيو. اما الحقيقة هي انه المثالية ما هيش موجودة وقت اللي تبدأ تتعلم في لغة جديدة. الاغلاط اللي تعملهم هما جزء من البروسيس، الاغلاط هما اللي يصنعوك، هما اللي يعلموك. الكلنا غلطنا، الكلنا حشمنا رواحنا. انا توصلت لمرحلة نجم نحكي فيها بأريحية بالانجليش. حسب رايكم عمري ما غلطت؟ حسب رايكم عمرهم ما ضحكوا عليا؟ ساعه كان انت من النوعيه اللي يضحك على عباد كي يغلطوا وهما يتعلموا، نحب نقول لك راك ما تحشمش وراك ما جيت شيء. لو مشي اماني في الماضي غلطت وتعلمت من اغلاطها، ولا راكم تشوفوا اماني اللي في الحاضر اللي واقفه قدامكم توا ما تلوك شيء من حد شيء. دونك ردوا بالكم تخافوا من انكم تغلطوا. اتس اوكي، كل غلطه تعملها تعلمك حاجه جديده. باهي انا نورمالمون كملت حكيت لي عندي، اما جست حبيت نذكركم اللي تعلم اللغه ما يوفاش. حتى النيتيف سبيكرز بيدهم يتعلموا حاجات جديده، تعابير جدد، خاطر كان لاحظتوا كل جينيراسيون تجي وتجيب كلمات جديده معاها. مثلا في وقتنا الحالي عندك كلمه دلولو، كوكت، بيت، NPC. هذوما الكلمات مثلا ما كانوش موجودين قبل، دونك من غير ما تضغط روحك باش تكمل على خاطر there is no finish line، ومن غير ما تخلي كلامي يخوفك على خاطر ذي حاجة ما تخوفش. اما جست حبيت نذكرك اللي
ديما باش تقعد تتعلم، باش تعيش وانتي قاعد تتعلم. هذه هي جزء من حياتنا. كان لاحظتوا لي انا من قلت لكم باش نعطيكم 8 خطوات تتبعوها، ما قلت لكمش في قداش المدة اللي باش تتعلموا فيها، على خاطر exactement the goal isn't perfection, the goal is progress. ان شاء الله تكونوا استفدتوا منهم النصائح، وان شاء الله تكونوا قاعدين تقيدوا في كل حاجه انا قاعده نقولها، على خاطر كان باش يدخل منا يخرج منا رانا ما عملنا حتى شيء. دونك حتى كان ما قيدتش تنجم توا تعاود الفيديو وتقيد كل شيء. ان شاء الله نكون فدتكم، وما تنساوش اللي اهم حاجه في كل شيء في الدنيا هذه هي المواظبه. بالاخر مفتاح الانجازات الكل هو المواظبه. كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا سبسكرايب. باي.